شكرا لله، شكرا لكل الذين ساهموا في إرجاع الحق إلى أصحابه. الحمد لله كانت لنا ثقة في القضاء، ولذلك طعنا في القرار الصادر عن الهيئة العليا للانتخابات، والذي لم نكن ننتظره بالمرة، باعتبار أن عملنا كان قانونيا وكان شفافا وكان في ظل القانون من البداية إلى النهاية. ربما كنا من القائمة المستقلة التي لم تكن تملك مالا لتقوم بحملتها في أفضل الظروف، ولكننا فوجئنا بذلك القرار. الحمد لله المحكمة الإدارية كانت في المستوى وأرجعت لنا حقنا، فنحن نشكر كل الذين إذا ساهموا في إرجاع الحق إلى أصحابه. تفضل. باش نسألك شنو هي الخطوات القادمة إن شاء الله؟ والله سنحاول أن ننخرط مع كل الزملاء في المجلس التأسيسي في خدمة تونس ومحاولة الارتقاء بها إلى ما هو أفضل بإذن الله. إن شاء الله ربي يوفقك.